مفيش شك ان النصوص لا يخلو منها اي تصميم، سواء لبوستر او اعلان او حتى لوجو. وعشان التكست يبقى ماتشنج ومناسب مع الديزاين لازم يكون عندك تنوع وتقدر تعمل كذا ستايل او تأثير على التكست. عشان كده انا جايب لك النهارده 5 تأثيرات وستايلز تقدر تعملهم على التكست، واضمن لك انها تنقل الديزاين بتاعك في حتة تانية. من غير كلام كتير يلا بينا. طيب الاوفرلاب تكست، ولكن هنعمل كل حرف لوحده. هذا الاو كنترول جي، نغير ده نخليه في. اللي بعده هيبقى حرف الاي، بعد كده كنترول جي ار، كنترول جي ال، كنترول جي اي، كنترول جي اخر حرف بي. فانا كده انا عملت اخر او عملت كل جميع الحروف. ممكن اخدهم كلهم كده بس في بداية الصفحة. ليه انا طلعت فوق كده؟ انا ممكن اعمل 3 كده تحت بعض. تعال بس نشوف. هبدأ بقى هاجي على اول حرف خالص وابدأ اسحبه كده لاخر الصفحة، اسيب مارجن كده كويس زي التاني، وبعدين حرف الايه بعده ابدأ اسحبه جنبه. وانا بسحب اختار حرف او ادوس على الشيفت علشان الحرف ما يطلعش معاه وينزل، لازم يبقى على نفس استقامة بالشكل ده كده. بعد كده ال اللي بعده، بعدين الار، بالشكل ده. ويبقى كده ايه، عملنا توزيع الحروف كده جنب بعض. هبدا اعمل ايه بعد كده؟ هبدا اعمل جزء الشادو او الافكت بتاع الشادو الجميل اللي بيخلي فيه اوفرلاب ما بين الجزء وبعضه. هاجي هنا اختار اول حرف اللي هو الاو، هاجي هنا على اداه الجراديانت اختار حرف الجي او هنا من الجراديانت. هبدا اختار الالوان تكون اسود لابيض بالشكل ده، واخلي الاسود هو اللي ناحيه اليمين، الناحيه اللي انا هرسم بها. ابدا بعد كده على التكست هبدا اعمل عليه ماسك عشان اقدر ارسم بالجراديانت. واجي هنا ببساطه خالص اسحب من اليمين واروح للشمال، هيبدا يعمل جزء ظلال كده على الاو. ابدا اعمل نفس الموضوع ماسك على الفي، وابدا اسحب برضو من اليمين للشمال بالشكل ده. ممكن اسحب اكتر. بعدين اجي على الاي، اخد الاي كده احركها شويه واعمل تداخل كده على الفي. بعد كده هاجي على الاي واعمل تاني ماسك واختار الجراديانت تول وابدا اسحب. ممكن اسحب شويه كتير. بعد كده هاجي على الار هسحبها على الاي كده. ممكن اجي هنا على ال وما اعملش الجراديانت، ممكن اخلي الاي هي اللي تحت ال. فاجي هنا على الاي واجي هنا بالجراديانت اعمل عليها ماسك الاول، وبعد كده اجيب جراديانت واسحب من الشمال لليمين علشان الايه انا هدخلها تحت ال. واجي هنا احركها ببساطه كده وهي دخلت تحت ال. واجي هنا ممكن البي تدخل تحت ال كمان. فاجي هنا اعمل لها ماسك وبعدين الجراديانت واخد هنا، وبعد كده احركها تحت الايه شويه بالشكل ده كده. كده عمل لي اوفرلاب او تداخل ما بين الحروف، وعملت شادو تديك ايحاء واقعي شويه. بعد كده هختار كل الحروف اللي عندي واعمل لها جروب عشان ابدا احركهم كده مع بعض. بعد كده ممكن اخد نسخه من الجروب ده كنترول جي وبعدين كنترول جي كده، اخش هنا معايا نسخه تانية. ممكن اغير بقى ايه الالوان بتاع كل واحده فيهم. ممكن اغير الوان كل واحده فيهم. هاجي هنا على جروب 1 وادوس عليه، افتح البلندنج مود بتاعه، واجي هنا على كولر اوفرلاي. ممكن اختار هنا ببساطه اللون اللي انا حابه، ممكن اختار السيان او حاجه بالشكل ده. واجي على اللي بعده دبل كليك بلندنج اوبشن، اختار كولر اوفرلاي. ممكن اختار لون فيه احمر شويه بالشكل ده كده. وكده يبقى خلصنا الاوفرلاي. يلا ندخل على اللي بعده. هنبدأ نمسح كل الشغل ده خالص. نفس الباك جراوند بتاعنا. نبدأ نعمل تكست نسميه المرة دي تكست كده ايه شوية. ممكن نختار نختار حاجة مثلا ايه روشة شوية. نختار التكست ده ونصغره بس شوية. تمام كده.
طيب الخطوه اللي بعد كده نبدا نيجي على التكست ده وندوس كليك يمين نفتح البلندنج اوبشن بتاعه. نيجي هنا نعمل ستروك كده، نخلي السايز بتاعه شويه كده، وممكن نختار لونه، ماشي ممكن نصوره شويه نخليه 15 بالشكل ده كده وندوس اوكي. بعد كده هنيجي نعمل كنترول جي من اللاير دي، نفتح البلندنج بتاعها، او الاول نيجي كنترول تي نبدأ نحركها شوية تبدأ تطلع زي ما انت شايف كده. ممكن نيجي على اللي تحت نختار اللون بتاعها، خليه حاجة في البرتقاني شوية، ممكن ماشي ده، ونقف هنا وندوس الت باك سبيس، ساعتها يختار الجزء اللي ورا ده بالشكل ده كده. وبعد كده ممكن نختار التو لايرز ونعملهم في جروب، ونيجي للجروب نعمل له ستروك، الجروب كله بما فيهم الاثنين لايرز او الاثنين تكست، نيجي نعمل لهم ستروك ونخليه ابيض ونكبره شويه، وبكده يبقى حصلنا على التأثير بتاعنا. وبكده انتهت الحلقه، اشوفك في حلقه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.